بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في دينك وفي سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم رحمه الله: ومولد الرسول وافق عام الفيل في مكة المكرمة في أسرة معظمة، هو ابن عبد الله القرشي ذي الجاه. الناظم رحمه الله اللي يتكلمنا عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يتكلمنا عن مولده ونسبه صلى الله عليه وسلم. باختصار النبي صلى الله عليه وسلم، اختصار خلاقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتسوى النبي صلى الله عليه وسلم خلق انت وخلق شهراش وسنتاش ويوماش. الحين نقولوا له على انه خلق السنه 570 او 571 وخلق في يوم الاثنين، والشهر ربيع الاول، والشهر فيه 12 وقيل 13 وقيل 18. كذلك هم اللي خلق بعد عام الفيل، وافق عام الفيل. كذلك هم اللي خلق بعد عام الفيل ب50 يوم، اللي هو يقول فيه عبد العزيز اللمطي: وكان مولد النبي الهادي صلى عليه خالق العباد عام قدوم الفيل للأقوام بإثر 50 من الأيام. معناه خلق بعد عام الفيل ب50 يوم. خلق في يوم ايش؟ قالنا في يوم الاثنين من الشهر الأغر في ثالث الشهر أو الثاني عشر أو ل8 من ربيع الأول موافق نيسان عند الأول. معناه النبي صلى الله عليه وسلم خلق يوم الاثنين، قيل 18 وقيل 12 وقيل 13 وقيل 24، لكن المشهور على انه خلق يوم الاثنين في 12 في مكة المكرمة في أسرة معظمة. كذلك مولد النبي صلى الله عليه وسلم المكان اللي خلق فيه شنو؟ من درى كان خلق في المدينة المنورة؟ والله مكة. يعني خلق في مكة المكرمة، خلق في مكة. والمكة يقول عنده ثلاث أسامي، إن قالها مكة وينقالها بكة وينقالها أم القرى. كذلك مولد خلق في أسرة معظمة، كذلك خلق في أسرة معظمة دي أسرة تكون من شخصين: عبد الله وآمنة بنت وهب. وقالنا هو ابن عبد الله، هو اللي يتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. والنسب النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه يبدا عند عبد المطلب ويوقف عند عدنان. هذا هو المتفق عليه بالترتيب، اللي هو يقول فيه عبد العزيز اللمطي في نظم قرة الابصار، يقول: ونسب المختار محفوظ الى عدنان بالاجماع عند الفضلاء، وها انا اشير الاسم كل منهم بحرف منه مستقل، مع شه عق كمن كلغثم كخمين امين مع الى هنا زكي. مع النسب النبي صلى الله عليه وسلم قال له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس بن مضر بن نزر بن قياس بن معد بن عدنان. عدنان من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من ذرية إبراهيم، وإبراهيم من ذرية عدن. معناه يوقف عند عدنان. قالنا آمنة أم النبي، معناه كذلك أم قالها آمنة بنت وهب الزهرية. معناه قال آمنة بنت وهب النسب. أو زين تكفلت بنشأته، هو اللي يتكلم عن كفالة آمنة. قال تكفلت بنشأته من بعد موت والده. معناه آمنة بنت وهب تمات متكفلة بين الخلق، تكفلت بنشأته من بعد موت والده. معناه تكفلت به بعد من مات والده اللي هو عبد الله، مات كساوة في بطن أمه. آمنة هي اللي تكفنت به، لأن كانت تكفنت بنشأته، ما تكفلت بأموره كاملة من بعد موت والده اللي هو والده اللي هو عبد الله بن عبد المطلب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.